انا راكبه مع عمو التاكس. عمو اديته 25 جنيه زي ما بدفع عادي في اي تاكس. راح قال لي معاكي 3 جنيه وتاخدي الباقي فكه مش عارفه ايه. قلت له ليه يا عمو، يا الاجره كام؟ قال لي اجره 23 ولا مش عارفه. بقول له يا عمو كله بياخد ال 25 اتفضل. قال لي لا يا بنتي والله ابدا. وراح جايب بكته مناديل. فين يا عمو الباكيته؟ جايب باكته مناديل. معلش حقك عليا انا اسف. جايب باكته مناديل بيدي الكل اللي ليه باقي. على مهلك يا عم، ربنا يستر طريقك. بيدي كل اللي ليه باقي لو معهوش فكه علبه مناديل. عم والله يكرم اصلك يا رب ويزيدك من خيرات الله ويرزقك الغنى والتعفف دايما كده يا رب. انت راجل محترم وفعلا فعلا انا عارفه ان انا ان شاء الله باذن الله هقابل حضرتك مره تانية. يمكن اقابلك في الحرم بقى وانت بتعمل عمره كبيره، حجه كبيره او عمره كده ان شاء الله تقعد فيها شهر ولا حاجه. ربنا يوسع رزقك يا رب، يا رب يوسع رزقك يا عم. وهخلي الناس كلها تدعي لك بعد اذنك. ينفع انزل على النت اخلي الناس تدعي لك؟ الله يكرم اصلك. مش عشان حد يعني، عشان خاطر ربنا يعني. انت محترم 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 محترم. زي ولا بتاع يعني، بيتعامل مع ربنا. يا رب يخليك، يا رب يوسع رزقك. زي ما بيقابلنا مواقف وحشه وبننزلها، لازم موقف جميل زي ده وادبك واحترامك ده يا عمو. يا عمو شكرا.